اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اكي دايره؟ واش لاباس عليك؟ كي دايره يا بغريرتي المسله؟ توحشتيني ولا لا؟ انا توحشتك. المهم ما علينا. صراحه غبرت حيتاش كان صوتي ضربني الرواح، ما كانش قادره نسجل لكم، وكان عندي بزاف ديال الاشغال. المهم اليوم الحمد لله كوميم نفست شويه. غادي نعاود لكم، نكمل لكم الجزء الثاني ديال القصه. باش ما نطولش عليكم في المقدمه بعدا. عاقلين فين خليناها ولا لا؟ جو بونس بلي راكم ما عاقلين، حيت كنغبر صافي ما كتبقاو عاقلين على والو. ما علينا. ايوا يا لالاتي ويا سيدي، خليناها فاش دخلوا العائله ولقاو ادريانا اللي كانت غارقه في دماياتها. هما اللي دخلوا شافوا ادريانا اللي كانت مليوحه في الارض وغارقه في دماياتها. العائله اللي تصدموا، يشوف شي كيشوف شي، ما فهموا والو. حدهم لقاو النافذه ديال الجناح ديالها اللي كانت محلوله في المستشفى. السرير اللي كانت عليه أدريانا اللي كان كيتحرك بسرعة جنونية. الأطباء اللي كانوا دايرين عليها، هي اللي كانت في مرحلة خطيرة بزاف. العائلة اللي كانوا برا في الكولوار خايفين لا يخسروها، وخايفين من ردة الفعل ديال إدوارد إذا عرف الخبر. ايوا عند إدوارد، هو اللي كان السيارة ديالو من نوع رونج روفر، كان كيسوق وهو راد بال الطريق حتى كيصون التليفون ديالو. هو اللي عقد غباشته، هز التليفون وصات بضيق. الو 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 بوس، راه مدام ادريانا كاينه في المستشفى في حاله خطيره بزاف. ادوارد اللي خرج عينيه، هو يقول كيفاش؟ واش من المستشفى نتوما كاينين دابا؟ الجارد اللي قطع مورا ما عطاه المعلومات والحاله ديال ادريانا، هو اللي وصل المستشفى. لقى العائلة الكريمة اللي كانت جميع ألوان الطيف دايزة في وجوههم، واللون مخطوف. نعاودش لكم، كلهم ولاو كيبانوا صفرين، الدم مشى من عروقهم. هو اللي شاف فيهم ويقول اش كاين؟ شطاري عاودوا ليا بالتدقيق الممل. الاب ديالو اللي شدو على جنب وجلس كيعاود له، هو اللي ضرب على يديه. عرفوا بلي العدو ديالو هو اللي مصيفط رجالو. حيتاش خلينا نرجعوا شويه اللور. فلاش باك عند ادوارد من مورا واحد 15 يوم هكاك، كان وصلوا واحد التهديد من العدو ديالو. سيهم الحسين، هو اللي صيفط له هكا تهديد لانه يقدر يقيس مراته، وداكشي راكم عارفين يهددوا زعما بادريانا. اما ادوارد اللي قال زعما ادريانا كاينه في القصر مع العائله، يعني ما كاينش شي واحد غيوصل ليها. ولكن تصدم، عرف بلي ان اللدود ديالو ما كتصعب عليه حتى شي حاجه. ادوارد اللي شاف العائله، هو اللي عيط على ماما ويقول ملي تفيق ادريانا عيطي عليا، عندي شي خدمه وشي حساب خصني نصفيه. ماما اللي شافت فيه تقول له وليدي لا واه، جلس مع مراتك ورا محتاجه لك دابا. هو اللي شاف فيها ويقول لها ماما، مراتي دابا بين يديك، انا عندي حساب وخصني نمشي نصفيه. هو اللي دار وهو يتم غادي وليغارد ديالو تابعينه. والسيد اللي طلع الطوموبيل وهو يضرب الفولون، عطاه اشاره ليغارد ديالو اللي تمو تابعينه للديبو. وطبعا هو اللي مشى للديبو ويحيح عليهم تما، قال لهم نتوما ما كديروش الحمايه ديالكم كامله، كنخلصكم انا على والو. قلت لكم تحميو مراتي، يعني هي غادي تحميو مراتي، ماشي غادي تخليوها. ودابا هي في مرحله الخطر. هو اللي قال لهم والو، يمشيو يجبدوا له هاد الحسين هذا فين ما بغى يكون، لا هو ولا هذاك اللي دخل على ادريانا للغرفه. ايوا لي غارد اللي صافي كل واحد هز طوموبيل في شكل، وتمو غاديين يقلبوا على العدو ديال ادوارد في المستشفى، وبالضبط عند اندريانا اللي بدات كتحل عينيها. الاطباء اللي قالوا بانها هكا تجاوزت مرحله الخطر، و... ولكن الجنين اللي كاين في كرشها مات الله يرحمه. يعني راكم عارفين، الدقه جاتها في الكرش وتقات الجنين ومشى الله يرحمه.
هي اللي غير سمعت هاد الخبر بدات كتبكي وكتضرب في راسها، ما متيقاش ان الحاجه الوحيده اللي كانت متشبته بها طول هاد الشهرين هو داكشي اللي في كرشها واللي مشى. اما عند ادوارد اللي كان في الديبو، كان شد الكارت ديالو، جابوا له الحسين وجابوا له كل شيء، يعني العصابه كامله جابها. هو اللي كان محزم الحسين في واحد الكرسي، او هو يعطيه بواحد التصرفيقه حتى تسمعات. هو اللي بدا كيغوت ويضرب. المهم شوف، مرمدو عرفتو ديك الحوته اللي كتمرمدوها في الدقيق قبل ما تحطوها تقلى، هكاك دارلو. مرمدو دوزو من عين البرا حتى ولا الحسين تيقفقف وتيطلب ويرغب. هو اللي شاف فيه ويقول "هم، دابا وليتي كتطلب وترغب مورا ما قتلتي ليا ولدي اللي كاين في كرش مراتي، وعلى لحظه كنت غادي نفقدها حتى هي. ها مازال عندك الوجه". الحسين اللي شاف فيه ويقول اسمعني نقول لك واحد جوج كلمات، انا راني هددتك، انت اللي ما بغيتيش تكتب لي الثروه ديالك. هو اللي شاف فيه بصدمه ويقول كتب لك الثروه؟ غادي نكتب لك دابا النيت، غنكتبها لك في وجهك. هو اللي دار حركه اللي اللي تمو غاديين ويشدو الحسين دخلوه لواحد الغرفه. ايوا كتسمعي غير زدردله في زدف الحسين اللي واتي تخبط من حيط لحيط. ومع تبارك الله لي غارد ديال ادوارد قدام قد الخلا، راه قلت لكم جبوله. ايوا الحسين جمع عليه واحد 3 وبدا يكسف ود العواشر، دقدقوه اعظامه تهرسولو. الحسين اللي تلح شرويطه. اما ادوارد اللي هز طوموبيلتو ومشى ديريكت للمستشفى. اما عند ادريانا اللي بدات الحاله ديالها كتحسن، هي اللي صافي فهمات من مورا ما جاو شرح ليها الدكتور بان زعما داكشي قدر الله وقدره. اما مامات ادوارد اللي بدات كتقرا عليها شويه في القران، المهم السيده تهدنات، جابوا لها تاكل حتى تيدخل ادوارد. هي اللي غير شافت ادوارد قلبات عينيها. هو اللي قرب ويدي الماما زعما باش تخرج ويخليوها مغا هو وياها. ايوا الام ديال ادوارد اللي خرجات، ادوارد اللي شاف فيها وطول فيها الشوفه، شد يديها هو يبوسها ويقول سمحي لي ما كنتش معاك، ولكن هذاك اللي تطاول عليك راني دقدقتوها ادريانا، دقدقتوها قلبي اخر مره باقي شي واحد غادي يعاود يقيسك ولا يقرب ليك. هي اللي دارت ونزلت دمعة من عينيها وهي تشوف فيه وهي تقول له بسبب العالم ديالك فقدنا ولدنا، واش متخيل؟ بسببك وبسبب التهور ديالك عيت معاك تحبس من هادشي، ولكن انت ما بغيتيش، ودابا انا اللي كنخلص، انا اللي كبت حنينه. هو اللي مسح ليها دموعها ويشوف فيها وقال له ادريانا، دموعك يتلحوا على قلبي بحال الماء الطايب. اخر مره حبيبه عافاك نعاود نشوفك كتبكي، ما نقدرش نخليك تبكي. هو اللي قبلها على راسها وهو يبوسها في حناكها وهو يخرج. ما قدش يشوفها كتبكي، خصوصا انه حتى هو مضرور حيتاش راه ولدو هذاك اللي خسر. ايوا صافي ادريانا اللي مورا يومين تحسنت الحاله ديالها، هي اللي خرجت ورجعت للقصر. صافي نقول لكم، ادريانا اللي ولات بحال شاده شويه الاكتئاب، ولات تتسهى بزاف، ما كتبقاش مركزه مع اللي يهضر معاها، ولات غير ساهيه وغير كتخمم وتخيط وتفصل بوحدها. فيا ترى اشنو كيدور في الراس ديال ادريانا؟ ايوا خليني نسر عليكم شويه الاحداث. داز سيمانه لحياه الابطال ديالنا. ادوارد اللي راكم عارفين الديبو والاسلحه وخدمته وشريكته والعائله طبعا. اما ادريانا اللي ولات كتخيط وتفصل وتنشر وتصبنها بوحدها، مرة تبانلك تضحك، مرة تبانلك كاعية، مرة تبانلك شادة واحد القنت في الحديقة وتبكي.
كل مرة وشنو، كل مرة شخصية وحالة جديدة. اليوم يوم جديد حامل في طياتو أحداث اللي غتغير المجرى ديال القصة ديالنا. عند إدوارد اللي فاق وجلس كيتلمس الجانب ديال أدريانا. هو اللي حل عينيه وعقد غباشته فاش ما حش بها ناس حداه. هو اللي ناضو يبدا يضو هكا كيقلب عليها في الجناح وتيعيط: أدريانا، أدريانا، أدريانا اللي ما تسمعش لها الحس. دخل الحمام ما لقاهاش، دخل دريسينغ ما لقاهاش، خرج للشرفة وما لقاهاش. هو اللي قال وقيلا غادي تكون هبطات زعما هكا تاكل. فشي هابط زعما هكا لابس مقاد، لابس هكا كوستيم عادية ديال الخدمة وداكشي لباس رسمي باللون الاسود. هو اللي هبط ولقى التحية على العائلة ديالو، شاف فيهم ويقول لهم: ما بانش لكم أدريانا؟ ماما اللي شافت فيه تقول: لا وليدي ما شفناش أدريانا، وكاع ما هبطتش هاد الصباح، واش ما كايناش الفوق؟ هو اللي طرطق فيهم عينيه ويقول: وفين تكون مشات؟ هو اللي خرج للحديقة وبدا كيقلب عليها، مشى للبلاصة فاش كانت جالسة وما بانتش له، دخل المطبخ ما بانتش له، مشى للمكتب ديالو وما كايناش، قلب الدار كاملة ورونها مسفاتل علاها ووالو. أدريانا ما بانش ليها الحس. عند أدريانا اللي كانت مع الخمسة ديال الصباح فقت وشافت إدوارد اللي كان ناعس ومعنقها. هي اللي تفكت من القبضة ديال يديه غير ب- هكا بزز ونات كتسلت. أدريانا اللي نات وهي تهز واحد الساك، جمعات فيه قاع حوايجها، ماشي طبعا كل شيء باش ما يبانش لإدوارد بلأنها ما كيناش، جمعت غير شويه ديال الحوايج وخلات النص. شنو نقول لكم، تقريبا جمعت كاع داكشي اللي غادي تحتاج. خدات ورقه لاكارت ناسيونال ديالها، باسبورها، كل شي خداتو. سيده معوله تخوي البلاد. هي اللي نات هزات قبها بهذا المعنى وهزات سطلها وهي تخرج من الدار. خرجت وهي تدور بجنابها اللي يشوفها شي واحد، يا اما من الخدم يا اما من لي غارد. هي اللي خرجت وما لقاتش لي غارد قدام الباب، وهي تم طايره. هزات واحد السياره من السيارات ديال ادوارد وهي طير واتجهت المكان مجهول. ايوا ادوارد اللي قلب الدار رونها وقلبها عليهم بالغوات بالتهراس والتشتات. عمر ادوارد وصل لهذيك المرحله في حياته من نهار تزاد حتى لهذا النهار. هو اللي خربقات له البارامتر. صفت لي قاعد يقلبوا عليها ما لقاوهاش. كاع المناطق حدا البحر، كاع البلايص اللي يخطروا له على البال مشاو قلب فيهم عليها والو ما بانتش ليه. ما عندهاش الاثار، السيده بحال تقول تشقات الارض وبلعاتها. ايوا ادوارد اللي بدات كيطلع معاه السخونيه اكتشف باللي ان ادريانا ما بقاتش حداه، وفي لمح البصر ضرب له راسو ان يقدر يكون شي عدو اللي خطفها او لا شي حاجه بحال هكذا. ايوا دازو 4 شهور، 4 شهور اللي دازو على الحياة ديال الأبطال ديالنا. إدوارد اللي شنقول لكم ولا في شكل ولا ما حامل يهضر مع حد، السكرة، المخدرات، الصهير، الزهو، النشاط، كل شي مشى. حتى ديك المافيا ديالو حبسها. سيد ولا انطوائي ما كيقدرش يهضر حتى مع أقرب الناس ليه. هو اللي كان في التريسينغ كيدور ويشوف في الملابس ديالها كيشي مهووس، كيشي مسطي، كيشي ملهوف. هو اللي بدا كيشوف في الملابس ديالها ويتحسسهم ويشم في رائحة العطر ديالها. ماما اللي دخلات وهي تشوف فيه وهي تقول له: وصافي يا ولدي
4 سنين وانت، او دير 4 شهور، 4 شهور وانت داير هكذا، راك تتقطع في القلب، حالتك راه ما كتبشرش بالخير. مادام اولا نقولوا الام ديال ادوارد اللي عيات معاه باش يمشي يشوف طبيب نفساني، حيتاش اصلا البنت راه ما عارفينش فين كاينه، واش مخطوفه، واش مقتوله، واش كاع ما كايناش في هاد الحياه، واش مشات عند سيدي ربي، ما عارفينش. البنت ما بينش لها الاثر. اما عند ادريانا، ادريانا اللي كانت جالسه كرشها قدامها، هي اللي كانت كتحساسي هكا التيزان ديالها، وكانت شتا خيط من السما، جالسه في واحد الكوخ، اش نقول لكم، كوخ خشبي، عرفتي بحال هادوك اللي كيكونوا في الكريسماس، بحال هكاك، جالسه مغطيه رجيلاتها اللي كانوا صغيورين، والكريشه ديالها اللي كانت خارجه وباينه، السيده في شهرها السادس. وعلاش لا، انا عارفاكم غادي تصدموا وغادي تقولوا كيفاش هي اصلا طيحت، يعني الجنين اللي كان في كرشها مات وهي دابا عاوتاني حامله، ما فهمناش. صبروا نفهمكم. ادريانا ما طاحش لي هذاك الشيء اللي في كرشها، او بالاحرى ما ماتش، فقط كان خطأ طبي. ادريانا اللي كانت هكا مازال كتحس بدوك الاعراض، جاه لحم صعيب ودوزته وحدها، كانت كتوحم على ادوارد. هي اللي ما لقاتش ادوارد حداها، عيات ما بكات وفرغات كلشي اللي في قلبها. هي اللي كانت باغا تاخد بريك من ديك الحياة، كانت باغا تبعد على ادوارد العائلة ديالو، حيتاش بالاحرى ان الماضي ديالها مع ادوارد اذاها بزاف. ايوا، هي اللي نات غسلت داك الكاس وهي طلع، حلات اللابتوب ديالها وبدات كتقلب، حتى بانت ليها جريدة اللي كتكتب الصحف على رجال الأعمال اللي كيكونوا كبار في إيطاليا، حتى تتبان ليها الصورة ديال إدوارد اللي كان مع شي وحدة، وقابت ليها في الخصر ديالها، هي اللي شاقات ووسعت عينيها وبدات كتقرا في هكا في الصحيفة، بدات كتقرا. وحتى تيبان ليها أن رجل الأعمال إدوارد والكنية ديالو غادي يخطب العشيقة ديالو ميليسا. ايوا السيدة بحالها تصرفقات، بحال شديتي شي سطل عامر بالثلج والماء وكبيتيه ليها فوق من راسها. السيدة اللي تصرفقات ما فهمت والو. كيفاش؟ ايوا صافي، السيدة بدات كتبكي كتندب، ناضت وهي دخلت الحمام، غسلت وجهها وعاودت غسلات ومازال الدموع تينتظلوا ليها. اللي ما فهماتش علاش غبرات عليه 4 شهور وهو مشى تيقلب على العاشقات، واش دغيا نساها، واش اصلا هو ما كانش كيبغيها. هي اللي قرات هاد الصحيفه وهي تمشي نسات، ولكن اللي ما فخبرهاش هي ان الصحيفه كانت نشرات شحال هادي اعوام هادي قبل ما تبان هي في الحياة ديال إدوارد. إيوا دازت سيمان على الحياة ديال الأبطال ديالنا. إدوارد اللي مشى يخيم هو والعائلة ديالو بمناسبة ديال راس العام، مشاو يخيموا في واحد الكوخ كيجي في واحد الغابة. طبعا هادشي غا حتى أصرت عليه ماماه باش تخرجوا من ديك القوقعة اللي عايش فيها. هو اللي مشى معاهم غير بزز وب66 كشيفة، وما اللي اش نقول لكم كانوا معولين انهم يخيموا في داك الكوخ لمده ديال سيمانه. وراكم عارفين ادوارد اللي واخا هكاك كان جاب حوايجها معاه في لافاليز ديالها، حيت ما كيقدرش ينعس بلا ما يشم الريحه ديال حوايجها او لا ريحه العطر ديالها اللي كيخليه يتفكر اي لحظه، اي ثانيه، اي دقيقه، واي ساعة دوزها معاها
العائله اللي كانوا دايرين خريجه باش هكا يمشيو ويستكشفوا الغابه، يمشيو يجلسوا في شي بلاصه ويشوفوا المارشميلو، راكم عارفين. هما اللي خرجوا داو الماتيريال ديالهم معاهم، تمو غاديين، وقول هادي وضحك عليها، ومره يجبدوا ادوارد معاهم مره المهم السيد صافي بدا كيتطلق، حتى هو بدا كيضحك والاول مره. ومن بعد 4 شهور البطل ديالنا غادي يضحك، هو اللي مشى وجلسوا في واحد البلاصه هكا كتكون عامره، حيتاش بزاف د الناس كيجيو لهاديك البلاصه لديك المنطقه باش يخيموا، خصوصا في هاد الوقيته. ايوا صافي جلسوا، وكانوا كل واحد شاد واحد البلاصه، شي وحدين شادين لهيه، ادوارد شاد والعائله ديالو شادين هنا. المهم كانوا بزاف ديال العائلات، حيت تما كانوا بحال قلتو اكواخ، يعني اكواخ ولكن متباعدين بيناتهم، يعني كاينه واحد المسافه ديال باش هكا الفرد يحس بالراحه ويحس بالطمانينه، راكم عارفين. المهم انا راح احاول انني نوصف لكم بقد داكشي على قد فهمي وعلى قد، المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. اما عند ادريانا اللي لبسات هكا سروال اللي كيكون اوفر سايز ديال التوب وكيجي مقطن من الداخل باللون الباج، هي اللي لبسات فوق منه كل مونتي، يعني هكا كيجي اش نقول لكم، المهم راكم عارفين كل مونتي باللون الابيض، وهي دير فوق منهم مونطو اللي كيجي طويل، عرفتوا دوك المونطويات اللي طوندونس دابا، دارتو لبساتو، وهي دير شابو باش ما يجيهاش البرد، وتما خارجه حيتاش الدكتوره ديالها قالت لها ان المشيه مزيانه ليها وهي حامله، خصيصا دابا في شهرها السادس. هي اللي بقات غاديه حتى وصلت هذيك المنطقه اللي كيكونوا فيها اللي كيكونوا فيها كاع هذوك اللي ساكنين في دوك الاكواخ كيكونوا فيها. هي اللي جلسات وبدات كتدور في عينيها، كتشوف الناس مع العائلات ديالهم، شي مع ولادو، كل واحد جاي وخالق واحد الاجواء في شي شكل. هي اللي بدات كتدور في عينيها وكتخيل راسها ملي تولد هادشي اللي فكرشها، واش غادي ترجع لإدوارد ولا غادي تخبيه عليه حياته كامله. البطله ديالنا اللي بقات جالسه شويه تجبد الهاتف ديالها وبدات تدير لي بوز وكتصور وداكشي، راكم عارفين باش تخلي هكا دي سوفونير، خصيصا كتصور وكتشد معها الكرش ديالها. اما عند ادوارد اللي كان هو جالس في نفس المنطقه غير كان بعيد عليها شويه، هو اللي بدا كيدور في عينيه وكيشوف لي كوبل مع ولادهم، تخيلها غا هي اللي لحظه، تخيلها هي وتخيل راسو معاها، وكون كانت معاه في هاد اللحظه كيفاش كان غيكون الشعور ديالو. هو باقي كيدور في عينيه حتى كيتلقى الصاعقه الكبرى وكيتصدم ويحل عينيه، التقبات ديال وجهه كاملين تحلو، عينيه ونيفو وفمه ودنيه، كل شي بدا مركز في واحد الاتجاه، الاتجاه ديال البطله ديالنا. هو اللي حل عينيه وتصدم فاش كيشوفها، هي هو اللي لحظه صرف راسو كيقول لا نقدر نكون غير كنتخايلها، ولكن فاش حقق لقاها هي، ولكن فاش كيزيد يحقق كيلقى كرش قدامها. هو اللي ناضج مع الوقفه، العائله ديالو اللي شافوا في ديك الشوفه ديال مالك، هو اللي ما داهاش فيهم، مشى ديريكت الاتجاه ديالها. هي اللي كانت جالسه ومازال كتبوزا وعجبها الحال وطلقه الاغاني تتغني هكا وتشطح بيديها، وحتى كتشوف شي واحد اللي حاجب عليها الاضاءه واقف. هي اللي بلا ما تطلع عينيها قالت اوف يا ربي كترتو بزاف، واش ما ادوارد. هي اللي شاقات واحد الشقه وهي تشوف فيه بصدمه، هو اللي شاف فيها وكانوا عينيه اش نقول لكم، عينيه فيهم الشوق، الحنان، العشق، الهوس، الغضب، كل شي مجموع. هي اللي ما فهمتش النظره اللي دار فيها، حد شدها من دوك اليدين وهو يوقفها لعندو. اش كديري انت هنا؟ هي اللي شافت فيه تقول طلق مني. ما طلقش. شنو ديري هنا؟ هي اللي بلعات ريقها وهي تشوف فيه
حاولت تنطر منه الدفع ولكن ما قدراتش. هي اللي كتدور وكتشوف عباد الله، يعني ما رديش معاهم البال. هي شافت فيه تقول له كيفاش عرفتي بلاصتي؟ جابتك الايام بين يديا، وهذه اخر مره ادري انا غادي تغيبي على ما غاديش تخبري عليا، تبقاي حدايا حتى نموت من عندي للقبر. هي اللي شافت فيا تنطر منه وهي تقول لا حيد، انت اصلا راك مسطي ومفروح بعد مني. هو اللي شاف فيها كتسطيه كتهبلو كتحمقو، شاف فيها هو يعاود يشدها هاد المره بيديه بجوج على كتافها، هو يقربها ويقول لها واش متخيله كيفاش انا دوزت 4 شهور بلا بيك. هي اللي شافت فيا تحاول تنطر منه، ما باغاش اصلا يدخل معاه في نقاش. هي يعني طرات وتما راجعه لدارها، هو اللي تابعها من اللور وكيقول لها وقفي باغا نهضر معاك. هي اللي والو، غادا هو تيهضر لدرجه انها ما بقاتش عاقله اصلا شنو قال ليها. حتى وصلت للدار هي اللي يلاه بات تردخ الباب حتى تيعرض رجليه. هي اللي شهقات، هو اللي دخل وسد الباب ودور الساروت وحيد الساروت ودخلو في الجيب ديال الجاكيت ديالو. هي اللي شافت فيه تقول له خرج يا ادوارد، ما بغاش نتناقش معاك، خرج بعيد مني، ما كنعرفك ما كتعرفني، واش كتعرفني اخويا؟ هو اللي شاف فيها هو يضرب على داك الباب ويقول لها اخوالك الركابي ما خوكش، انا راجلك ودابا غادي تهضري وتشرحي لي شنو داكشي اللي في كرشك. هي اللي شافت فيه وهي تقول وما باغاكش وابعد مني، وعباد الله واش ما كتفهمش، وقت تكون نفسك شويه حاره وابعد مني وعطيني بابتساعه ويلي. شوفي المنظور لقى خيالك، انت قلت هنيت منك هاد 4 شهور وكتعاود تجي سير عند العشيقه ديالك ولا الخطيبه ديالك ولا شنو تسميها كاع. هو اللي شاف فيها بصدمه ويقول عشيقتي شكون هادي؟ هي اللي شافت فيه تقول لها ميليسا. دير راسك عاود ما عرفتيش، قريت جورنال وعرفتك بلي وقيلا تكون خطبتيها ولا قاعد تزوجتي بيها. ولي شاف فيها ويقول ميليسا جلس في صدمه، بدا كيدور في داكشي اللي كتقول له. هي اللي شافت فيه تقول له نوض قاعد. هو اللي شاف فيها يقول لها ميليسا سالات العلاقه ديالي باش 6 سنين هادي واقيلا علاقه قديمه. هي شافت فيه بصدمه وهي تقول له تبارك الله على السيد عاقل، فوقاش سالات؟ اي قول لي فوقاش بدات هكاك، زيد اعطيني المعلومات، خرج عليا عافاك درك كمارتك. هو اللي شافه ويقول ما خرج، هو يمشي وتلح على الفوتاي، خلى السيده فقد الاعصاب ديالها. اما هو اللي يلا رجعت له الضحكه وعارفه باللي مازال كتبغيه وما غاديش تقدر انها تعاود تفارقه، خصوصا لانه عاود بان في حياتها. ايوا السيده اللي مشات ولبسات هكا بيجامه تكون قطنه باش تسخن مع راسها وتدفي عظيماتها وجنابها، وهي تمشي وبدات كتقاد في التيزان ديالها اللي كتقادها تقريبا كل ليله قاداتها. اما هو اللي بقى متباع عليها العين حيتاش هكا كانت كويزين امريكان، يعني كتطلع لها الصالون، ماشي صالون يعني البلاصه فاش كيكونوا لي فوتاي وداكشي. ايوا هو اللي قال لها ما تقديش ليا معك شي وحده. هي اللي شافت فيه وهي تقول له نوض قدها راسك تعنيت، ولا عيط على ميليسا تقدها لك. هو اللي ناض وبداك يضحك حتى تهز الصدر ديالو الرجولي ويقرب منها ويقول لها دابا كتغير انت من ميليسا. هي اللي شافت فيه وقلبات عينيها، اما هو اللي عاود رجع لجهته حتى قابل وجهه مع وجهها ويقول لها علاش خليتيني 4 شهور كامله، خليت فين قلبت عليك، فليت العالم على قبلك. هي اللي شافت فيه وهي تقول له كنت باغا ناخد روبو من الخدمه ديالي. هو اللي مسح على شعرها، هو يزيد قرب ليها ويقول لها متأكدة واش مازال كتحملي شي حاجة لجهتي ولا والو؟ هي اللي شافت فيه تقول طبعا كنحمل هادشي اللي في كرشي، اش بان لك؟ هو اللي بقى مصدوم، هو يقول لها ايه حقا فكرتيني في هاد الكرش،
شكون باه؟ هي اللي شافته هي زاد خرجت عينيها وهي تقول كتشك فيا دابا هكاك. الله يعطيك الصحة. باه هو اللي واقف قدامي نيت شخصيا، هو اللي ضربها على راسها غير هكا بشوية ويقول لها ياك ولدنا مات. هي اللي شافت فيه تخنزر فيه وتقول برا والبس على ولدي وخمسة وخمامس في عيني الحساس بحالك تو على فال كي داير. هو اللي شاف فيها ويهزها ودار هزها وطلع بها الفوق. هي اللي بدات كتنطر كتقول له اطلقني وهبطني وما تدينيش واخويا خرج عليا واسير عند وما خلات ما قالت له. والسيدة شد لها في الخاطر حطها فوق من السرير وهو يطوال فيها الشوفة وهو يقول عافاك ما تزيدش تحرميني منك، بوعدك عليا كيخلي الاكسجين اللي في الهواء ما كيبقاش يدخل ريتي. هي اللي شافته هي تضحك تقول واو على الشاعر ديالنا تبارك الله. هي اللي بدات كتشوف فيه بحال هكا تستهزأ بداك الشيء اللي قال ليها، حتى كتشوف في نظرات اللي كانت جديه. هي اللي صافي عاقت براسها وجمعت راسها تشوف فيه وطولت فيه الشوفه وهي تقول له والله ما كان بخاطري، انا كنت باغا نبعد ملي عرفت انني فقدت ولدي ما بقيت قادره نشوف حتى شي واحد. م- ما عرفتش ولكن بحال رجعت لك انت وعائلتك كلهم. هو اللي وسع فيها عينيه وهو كيسمع كلامها. هي اللي عاودات له بلي ملي جات لهنايا اكتشفت بلي ان الكرش ديالها كبدات كتنمو. مشات عند المستشفى قالوا لها بلي راه غير خطأ طبي وداكشي واللي راه مازال حامله. المهم السيد صافي فهم وعرف علاش ادريانا مشات وخلاته. هو اللي يلاه بيقرب ليها تقولوا اف ريحتك خانه، سير دوش ما تقربش ليا. واللي شاف فيها هو يضيق عينيه وبدا كيشم في راسو والسيد تحسس ويقول لها ريحتي خانزه والله يهديك، والله الا ريحتك خانزه ما تقربش ليا. سير هبط للصالون ونعس ولا شوف فين تنعس ولا سير لداركم النيت. اويلا خويا استعتي وريحتك خانزه تدوش. هو اللي دخل على سعدو وعدو ايوا وضربه بتحميمه وماشي غير تحميمه وحده. السيده تخوافوا وهي كترجع فيه الحمام باش يدوش وترمي ليه في لي باندوش ولي جيل دوش وتقول له هاك شد طلي على ديك الريحه اللي فيك غير تنقص. هو اللي خرج يتشمو وتقول له بعدا شويه نقصات صافي يلا سير تلبس حوايجك او ما تنعسش حدايا ريحتك مازال كتعطط. هبط لتحت. هو اللي شاف فيها هو يقول لها حرك راسو لا حول ولا قوه الا بالله. هو يهبط على سدو وحدو عرف باللي غير الهرمونات. ايوا اش غنقول لكم، دازت ايام وسنين واعوام وبالضبط 5 سنين على حياة الابطال ديالنا. ادريانا اللي كانت جالسه في الحديقه اولادها اللي كانوا كيعوموا بمهاره. كان الاب ديالهم طبعا ادوارد هو اللي كيعلم فيهم هو اللي طلعهم. الدراري اللي مشاو عند ماماهم كان واحد سميتو مصطفى والاخر سميتو عماد. الدري الصغير هو عماد اللي عنده 3 سنين اما مصطفى فراه هو الاول عنده 5 سنين. ستيك العومه اللي علمني بابا ديال الميز وما ضيعت ماما لما تيدخلك من عينيك. هي اللي شافت فيه وبدات كتضحك وهي تقول له ماشي عينيك ولدي ودنيك ويلي انت قلبهم الله يستر. هذوك الودنين حتى ماما واعره. الاخر اللي بدا كحس خو هو يقولها اختي ماما انا راه قديت العومه احسن منه قال لي بابا طيب بيان. هي اللي شافت فيهم دارت إشارة للخادمة اللي جات الوقت اليوم فوطات وعطاتهم العصير اللي كانوا كيشربوا فيه. أما إدوارد اللي قرب لأدريانا عنقها وقصوا كيشوفوا في العائلة الصغيرة ديالهم اللي بدات كتكبر نهار على نهار وتكتبات في السما. بالضبط السما اللي كانت صافية تكتبات بالخط العريض كلمات
النهاية. بغيراتي المسلات، شكرا حيت وصلت، يعني مشات لي الهضره. شكرا حيت وصلتوا حتى لهاد البلاصه او حتى لهاد لابارتي من القصه ديالي. كنبغيكم بزاف. شوفوا، شاركوا القصه مع اكثر ناس اللي كيعجبهم بحال هاد النوع، باش تكبر القناه ديالنا ويكون عندي بزاف ديال البغيرات مع السلاح، حيت كنبغيكم وكنحماق عليكم. المهم القصه راه فرقتها على 3 ايام. يبان لكم هنا الصوت كيختلف، زعما كي مره في شكل، حيتاش راه 3 ايام وانا كنحاول نسجل لكم، حيتاش مره كنبدا نكح، كنبدا نعطس، وكنبدا نحذف بزاف ديال لي بارتي. حاولت انني ما نطولهاش عليكم، حيتاش كاينين بنات اللي رجعوا المدرسه كيتبعوني، صغارات كبارات، كنبغيكم بزاف. مهما كانت الفئه العمريه كيجمعنا هدف واحد، واللي هو الحب ديال القصص. كنبغيكم بزاف. كانت معكم الصديقه ديالكم خديجه. نتلاقاو في فيديو جاي. باي.